كلنا عارفين مساجد القاهرة التاريخية، جامع الأزهر وجامع ابن طولان وجامع السلطان حسن. لكن هل تعرفوا ايه أقدم جامع في مصر وايه قصته اللي بدأت من أكتر من 1300 سنة؟ النهاردة هنتكلم عن الجامع العتيق أو جامع عمرو بن العاص، أول جامع اتعمل في مصر وأول جامع في أفريقيا كلها. الجامع ده مش مجرد مكان للصلاة، ده كان قلب أول عاصمة إسلامية في مصر، وكان شاهد على تاريخ طويل جدا وتغيرات كتير. يا ترى ايه قصة بنائه والأسرار اللي بيخبيها؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في الفيديو ده، فخليك متابع للآخر معانا. القصة بتبدأ سنة 20 هجريا أو سنة 641 ميلاديا. الصحابي الجليل عمرو بن العاص فتح مصر واختار مكان يكون فيه مركز للجيش والدولة الجديدة اللي بيأسس ليها، وكمان بيتقال إن المكان ده هو المكان اللي استقرت فيه خيمته وقت الفتح، وهو اللي قرر يبني فيه أول جامع في مصر، وتقريبا هو الأول في أفريقيا كلها كمان. وخليني أقولك إن الجامع في البداية ما كانش شكله زي اللي بنشوفه دلوقتي، كان صغير جدا وكان مبني من طوب اللبن وسقفه كان من الخشب وجريد النخل، يعني بسيط جدا على قد الامكانيات المتاحه في الوقت ده. لكن اهميه الجامع ده ما كانتش في حجمه، لكن اهميه الجامع كانت انه كان نواه للحكم ومركز للدعوه الاسلاميه في مصر. وبعد فتره قصيره اتبنت حواليه اول عاصمه اسلاميه لمصر وهي مدينه الفسطاط. وخليني افكرك انه على مدار 13 قرن الجامع ده شاف تغيرات وتوسعات كتير جدا، لدرجه ان الجامع اللي بنشوفه دلوقتي مش هو الجامع الاصلي اللي بناه عمرو بن العاص، لانه ببساطه حصلت عليه توسعات ضخمه في العصر الاموي وبعد كده في العصر الفاطمي والمملوكي والعثماني، وطول الوقت فضل يتطور من وقت للتاني، خاصه ان الجامع الاصلي اتهدم وتعاد بناؤه اكتر من مره، لكنه فضل دايما في نفس مكانه، وده اللي خلاه شاهد على تاريخ مصر الاسلاميه. وجامع دلوقتي ليه شكل مميز جدا، في صحن كبير ومفتوح على السماء وحواليه اورقه بسقف خشبي بسيط. اكبر رواق فيه هو رواق القبله اللي فيه محاربين منحوتين في الحيطه وجنبهم منبرين خشب، وكمان في لوحتين اثريتين من عصر المماليك. دور جامع عمرو بن العاص ما كانش محدود على الصلاه بس، لا الجامع ده كان ليه ادوار تانية مهمه جدا، واولها طبعا انه كان مركز للتعليم، كان بيعتبر زي جامعه كبيره بيجيله العلماء من كل حته عشان يدرسوا فيه علوم الدين والفقه وكمان علوم الدنيا. كمان كان محكمه لفض المنازعات، يعني الناس كانت بتيجي الجامع عشان تحل مشاكلها وخلافاتها الدينيه والمدنيه قدام القاضي، وده بيوضح مكانته الكبيره. ومش بس كده، لكن كمان كان مركز اجتماعي، وكمان كان مكان لجمع الصدقات والاموال عشان تتوزع على الايتام والفقراء والمحتاجين. الجامع ده مازال لحد النهارده بيستقبل الزوار من كل مكان في العالم، سواء كانوا سياح او علماء اثار او حتى مصريين عايزين يشوفوا اقدم واهم جامع في بلدهم. الجامع ده مش مجرد حجر وطوب، ده شاهد على تاريخ 13 قرن كامل، بيحكي قصه فتح مصر وقصه اول عاصمه اسلاميه وقصه شعب عايش تحت سقف واحد.